عمرك فتحت قبل كده تيك توك أو يوتيوب وقلت هتفرج على فيديو واحد بس وفجأة تلاقي نفسك قاعد ساعة كاملة من غير ما تحس كده إن المنصة فاهمة دماغك أكتر منك وبتعرف إيه اللي ممكن يخليك تكمل وإيه اللي بيضحكك وإيه اللي بيخليك تسكرول بلا هدف. اللي بيحصل ده مش مجرد صدفة، ده شغل خوارزميات معمولة مخصوص عشان تحبسك جوه الابليكيشن. الخوارزميات دي مش مجرد أرقام، دي نظام كامل بيتابع كل حركة أنت بتعملها وكل ثانية بتتفرج فيها على محتوى معين، وخدت كام ثانية عشان تقلب وتجيب محتوى تاني. السؤال بقى، هو احنا اللي بنقرر نتابع ايه على السوشيال ميديا ولا المنصات هي اللي بتختار لنا؟ طب لو هي اللي بتختار لنا، بتعرف منين ان ده اللي بيعجبنا وبيخلينا نكمل وده اللي هيخلينا نزهق ونقفل؟ هو ده بالظبط اللي هشرحهولك في حلقة النهاردة، وهنعرف مع بعض ازاي المنصات بتصمم الفور يو بيج عشان تحبسك جواها. خليكوا معايا. يمكن كلمة ألجوريزم أو خوارزميات تبان صعبة أو معقدة، بس في الحقيقة هي حاجة بسيطة جدا. تخيل معايا إن عندك صاحبك المقرب اللي عارفك كويس قوي، عارف أنت بتحب تاكل إيه اللي بيضحكك، إيه اللي بيضايقك، وكل مرة بتقعد معاه بيختار لك القهوة اللي أنت بتحبها، بيشغل الأغنية اللي على مزاجك، وبيفتح مواضيع أنت مهتم بيها. والله أنا لو عندي الصديق ده هيبقى إدمان بالنسبة لي، مش هيعدي يوم من غير ما نتكلم. هو الخوارزمية بقى هي الصديق ده، بس الفرق إن الصديق بيختار لك بحب، أما الخوارزمية بتختار بهدف واحد واضح، إزاي تخليك قاعد أطول وقت ممكن. الخوارزميات عبارة عن مجموعة أوامر، كود برمجي مكتوب يخلي الابليكيشن يقرر يعرض لك إيه وما يعرض لكش إيه. يعني مثلا على تيك توك أو يوتيوب أنت متخيل إنك بتختار الفيديوهات اللي أنت بتحبها، لكن الحقيقة إن الابليكيشن هو اللي بيختار لك. لو وقفت 3 ثواني زيادة على فيديو معين بيسجل إنك مهتم بالنوع ده من المحتوى، لو عملت لايك أو كومنت بيفهم إنك مهتم أكتر، لو غيرت حاجة بسرعة بيعرف إن ده مش ذوقك، ومن هنا يبدأ يكون عنك صورة كاملة كأنك كتاب مفتوح قدامه. تقرير لمجلة MIT Technology Review كشف إن خوارزمية تيك توك بالذات من أخطر وأدق الخوارزميات اللي موجودة حالياً. ليه؟ لأنها بتتعلم منك بسرعة جداً وأحياناً من أول نص ساعة استخدام. جرب كده تفتح تيك توك وتشوف 3 فيديوهات بس من نوعية معينة من المحتوى، هتلاقي الصفحة الرئيسية كلها نفس المحتوى. وفي 2021 وول ستريت جورنال عملت تجربة بحسابات وهمية، وسابوا كل حساب يتفاعل مع نوع معين من الفيديوهات، واحد يهتم بالفيديوهات الحزينة، واحد يهتم بنظريات المؤامرة، وواحد بالفيديوهات الرومانسية. المفاجأة إن تيك توك بعد كام ساعة بس ملا كل حساب بنفس المحتوى اللي بيفضله، لدرجة تخلي صاحب الحساب مش قادر يسيب الموبايل. الخوارزمية بتشتغل بذكاء بصراحة، هي بترمي لك الطعم، شوية فيديوهات صغيرة متنوعة، أغاني، ضحك، جد، أخبار، وتشوفك هتعمل إيه اللي شدك تكمل وإيه اللي عديته من غير ما تبص. ومجرد ما تفهم ذوقك خلاص يا معلم، انت كده دخلت المصيدة. المحتوى بيتحول قدامك لمراية، ومش مراية عادية، دي مراية معمولة مخصوص عشان تعكس اللي انت عايز تشوفه وتخليك مقتنع انك بتختار بإيدك. لكن الحقيقة في اللحظة دي انت مش بتبقى ماسك الموبايل هو اللي بيبقى ماسكك. وهنا بيجي السؤال المهم، ازاي الفور يو بيج بيتحول من مجرد صفحة لسجن بيتحكم في وقتك وفي مزاجك وأحيانا في طريقة تفكيرك؟ الفور يو مش مجرد صفحة عادية، دي أشبه بمتاهة معمولة مخصوص عشان ما تعرفش تخرج منها. ازاي بقى؟ الخوارزمية بتشتغل زي جهاز رادار، بتسجل كل حركة ليك. انت وقفت قدام الفيديو ده قد ايه؟ هل رجعت الفيديو عشان تشوفه تاني؟ عملت لايك؟ فتحت الكومنتات؟ شاركت الفيديو مع صحابك؟ كل تفصيلة صغيرة من دول بتتكتب جوه ملفك الرقمي. الملف ده بيتبني يوم ورا يوم لحد ما يكون صورة دقيقة جدا عنك، مش بس ايه اللي بيعجبك لكن كمان ايه اللي بيأثر فيك اكتر. هل انت من النوع اللي بيتشد للحاجات اللي بتضحك، ولا بتحب الاخبار والمناقشات الجد، ولا ممكن يسيطر عليك فيديو درامي ويخليك تتأثر وتبكي؟ الفور يو بيج بقى هو النتيجة النهائية، صفحة معمولة لشخص واحد بس، هو انت. يعني زمان كان يقولك ما تقدرش تعرف فلان إلا لما تعاشره، اعتقد في عصرنا ده ممكن تتغير لانك ما تقدرش تعرف فلان غير لما تشوف الفور يو بيج بتاعته. بس هنا تبدأ المشكلة. الخوارزمية مش بس بتديلك اللي بتحبه، لا هي أذكى من كده، هي بتديلك جرعة محسوبة كويس قوي تخليك تفضل محتاج أكتر. يعني لو انت مهتم بالكوميديا مش هتديلك كل الكوميديا جرعة واحدة،
عشان عقلك ما يزهقش ويفضل يطلب جرعة تانية وتالتة. والأخطر إن الخوارزمية مش محايدة. تقرير لوول ستريت جورنال كشف إن تيك توك مثلا بيقدر يوجه المستخدم في اتجاه واحد. يعني لو اتأثرت بفيديو واحد عن نظرية مؤامرة أو محتوى سوداوي، التطبيق هيغرقك في نفس النوع لحد ما تقتنع إن دي الحقيقة الوحيدة اللي موجودة في العالم. وهنا بقى نكتشف إن الفور يو مش صفحة بتعرض محتوى بس، دي أوضة مقفولة مليانة كراكيب، كل ما تدور فيها تلاقي نفس الأفكار حواليك. وده بيعمل تأثير خطير. انت مش بس بتتسلى، انت بتشكل تفكيرك وآرائك وحتى مشاعرك من غير ما تحس. يعني ببساطة تأثير الفور يو بيج عليك بيبدأ بضغطة صغيرة على فيديو وبينتهي بسيطرة كاملة على وقتك وطريقة تفكيرك. وهنا السؤال، ليه الدماغ البشري بيستسلم بسرعة للمصيدة دي؟ ايه اللي بيخلي تأثير الفيديوهات القصيرة علينا أقوى من كتاب كامل أو فيلم ساعتين؟ تعال أشرح لك. المنصات دي يا سيدي بتديلك مكافآت صغيرة ومش منتظمة. يعني ايه؟ زي ما تلعب لعبة وتستنى تكسب أو تسحب كارت يطلع لك مفاجأة. الخوارزمية بتعمل نفس الحكاية، تديلك فيديو يضحك، بعده فيديو غريب يخليك محتار، بعده حاجة درامية تلمس المشاعر. انت ما بتبقاش عارف ايه اللي جاي، والمفاجأة دي هي اللي بتخليك تقول طب اشوف الفيديو اللي بعده كمان. وده اللي العلماء بيشبهوه بلعب القمار، كل سحبة فيها أمل إنها تكسبك حاجة. الدراسات بتقولك إن تأثير الفيديوهات القصيرة على المخ بيشبه بالظبط تأثير المخدرات، لأنها بتنشط الدوبامين في دماغك بشكل كبير. في 2014 فيسبوك عمل تجربة ضخمة جدا على 500,000 مستخدم من غير ما يعرفوا. عملوا إيه بقى؟ جربوا يزودوا البوستات الإيجابية عند مجموعة ويزودوا البوستات السلبية عند مجموعة تانية. المفاجأة إن الناس اللي شافوا محتوى سلبي بدأوا يكتبوا تعليقات سلبية أكتر، والعكس صحيح. يعني المنصة مجرد ما تغير لك المود في الصفحة تقدر تتحكم في مزاجك بكل سهولة. طب إيه علاقة ده بالفور يو بيج؟ لو الخوارزمية اكتشفت إنك بتميل للفيديوهات الحزينة هتغرقك بيها، فتبدأ تحس إن الدنيا كلها سواد. ولو اكتشفت إنك بتحب فيديوهات نظرية المؤامرة مثلا هتفضل تزقك في الاتجاه ده لحد ما تقتنع إن دي الحقيقة الوحيدة. طب أنت حاسس إنك جامد بقى وما بيأثرش فيك الحاجات دي، ووقت ما بتقرر تقفل الموبايل بتقفل؟ فعايزة أقولك إنك حتى لو قفلت الابليكيشن فالنوتيفيكيشن اللي بيجيلك على الموبايل بيشتغل في دماغك زي جرس صغير كده. في دراسة من جامعة كاليفورنيا لقوا إن مجرد صوت الإشعار بيخلي الناس مشتتين وعايزين يفتحوا الموبايل فورا حتى لو بيعملوا حاجة تانية أهم، وده اللي بيخليك تدخل تشوف بسرعة وده يرجعك تاني لنفس الدوامة. أما لو هنتكلم على جينزي فالتأثير عليهم أصعب بكتير. الجمعية الأمريكية لعلم النفس في تقرير ليها في 2023 حذرت إن المراهقين بالذات دماغهم حساسة جدا للمكافآت السريعة. يعني الخوارزميات بتأثر عليهم أسرع بكتير وتقدر تغير سلوكهم وحتى ثقتهم بنفسهم. باختصار المنصات بتشتغل على 3 حاجات أساسية: حب المفاجآت الصغيرة، تشتغل على مشاعر معينة، الإشعارات اللي بتخطف تركيزك، والنتيجة عقلك بيتحول لملاهي مفتوحة 24 ساعة. بس مش انت اللي بتتحكم في اللعبة هي اللي مسيطرة عليك. طب بما اننا وصلنا لهنا احب اطمنك انك ما وقعتش في المصيدة ولا حاجة، وانك تقدر ترجع تتحكم في وقتك وفي مزاجك وبمزاجك. بس اولا لازم تبقى عارف ان الخوارزمية مش وحش خيالي، يعني هي مجرد كود بيغذي تصرفاتك. يعني انت اصلا اللي بتديها الاوامر. لو فضلت تتفاعل مع نفس النوع من المحتوى هي هتفتكر ان ده العالم الوحيد اللي انت عايز تعيش فيه، لكن بمجرد ما تغير سلوكك الخوارزمية نفسها بتتلخبط. مثلا جرب تعمل بحث عن حاجة مختلفة خالص زي حاجة علمية أو موسيقى كلاسيك أو رياضة جديدة. حاول تتفرج على فيديوهات أطول شوية بدل الفيديوهات اللي بتشدك بسرعة وتسيبك أسرع. ولو عايز حاجة عملية أكتر، في تيك توك وفيسبوك في حاجة اسمها not interested أو مش مهتم، دوس عليها لما يطلع لك محتوى مش عاجبك. من الآخر كل دوسة تفاعل منك على أي محتوى عاملة زي إشارة للمفتاح اللي بيدور الخوارزمية دي. انت بقى تعمل ايه؟ تغير الاتجاه. اما بقى لو الموضوع صعب قوي وبيطلع لك حاجات كتير على الهوم بيج انت مش عايز تتابعها، في حاجه اسمها اعاده ضبط الصفحه. يعني ببساطه لو حسيت نفسك غرقان في نفس النوع من الفيديوهات امسح سجل المشاهده او اعمل اكاونت جديد للتجربه. ساعتها هتتفاجئ ان العالم اوسع بكتير من الحاجات اللي بتطلع لك في الهوم بيج. وهنا بقى نرجع للمعنى الاهم، الخوارزميه مش هدفها تسيطر عليك بشكل مباشر، هي هدفها تمشي وراك وتشوفك انت عايز ايه. فلو انت اللي مشيت وراها هتسجنك، ولو خليتها هي اللي تمشي وراك بمزاجك فهتفتح لك أبواب جديدة. والفيديو اللي هيظهر قدامك دلوقتي هيفهمك أكتر عن خوارزميات السوشيال ميديا، هتندم لو ما شفتوش. وطبعا مصادر الحلقة دي هتلاقيها في أول كومنت. أشوفكم الحلقة الجاية وخليكم واعيين.